السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي وفيديو جديد. هنعمل النهاردة بإذن الله مع بعض طاجن بطاطس باللحمة بطريقة حلوة قوي قوي، وكمان هنعرف ازاي نسوي اللحمة نخليها دايبة معانا دوب زي الزبدة بالظبط. تعالوا بقى شوفوا شكل اللحمة ازاي مستوية ودايبة، بسم الله ما شاء الله عليها، حاجة كده تحفة من الآخر. وشكلها زي ما يكون مشوي بالظبط بالشكل ده، شايفين بتتقطع معايا بمنتهى السهولة، حاجة كده من الآخر. يلا بقى انزلوا بسرعة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكم كل جديد، ودوسوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف عملنا الطاجن الجميل ده ازاي. طبعا اول حاجة هسخن الحاجة اللي هشتغل فيها كويس جدا جدا، والنار تكون عالية تحتها. سخنتها كويس كده وجبت حتة دهون من اللحمة، هسيحها كده في الطاسة معايا بالشكل ده. طبعا المادة الدهنية اللي تفضليها اشتغلي بيها، اللي موجود عندك في البيت اشتغلي بيه. بعد ما تسيحي معايا الدهنة كده كويس، هنزل بمعلقة سمنة، معلقة سمنة بلدي. عندك زبدة انزلي بزبدة وزيت. ابتدي اسيحها كده كويس زي ما قلت لكم، لازم الحاجة اللي هشتغل فيها تكون سخنة جدا جدا، والنار عالية كمان تحتها بالشكل ده. هنا هنزل باللحمة معايا، هنا لحمة موزة نص كيلو بالشكل ده. احطها كده في المادة الدهنية بتاعتي وما اقلبهاش على طول، ولازم الطاسة تكون سخنة عشان اللحمة ما تنزلش المية زي ما قلت لكم. نيجي بقى نبهر اللحمة بتاعتنا. هنزل عليها بنص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. طبعا مش هحط ملح خالص، الملح بيأخر سوى اللحمة. هنزل كمان عليها بمعلقة صغيرة من الكزبرة، الكزبرة الناشفة دي عادي. وكمان معلقة صغيرة من البابريكا، بتدي لون للطاجن جميل جدا. وابتدي اشوحها في البهارات ياخدوا من طعم بعض بالشكل ده. شايفين شكل اللحمة اتغير ازاي؟ البابريكا مديه لون حلو قوي. طبعا البهارات اللي تفضليها ضيفيها. انا مش بحب اضيف بهارات كتير، بحب احس بطعم الاكل التقليدي اللي احنا متعودين عليه بالشكل ده. ابتدي اشوحها زي 5 دقايق مش اكتر، لحد ما مسامات اللحمه تقفل على بعضها. بعد كده هنزل ببصلتين 3 كبار. تكتر البصل بيخلي الطاجن مسكر. وابتدي كده اشوحهم مع اللحمه لحد ما يتبالوا معايا. وبرده مش هضيف ملح. بعد ما البصل دبل معايا بالشكل ده، هنزل بفصين بس من التوم مش اكتر، ما تكتريش توم. وقرن فلفل اخضر بالشكل ده. وابتدي اشوحهم لحد ما ريحه التوم تظهر معايا. هنزل كمان بقرن فلفل حامي مش مقطعاه، صحيح زي ما هو بالشكل ده. وابتدي اقلب زي ما قلت لكم ريحه التوم تظهر معايا. بعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم، زي 5 طماطمات او 4، ما تكتريش طماطم قوي. طبعا انا مش هضيف صلصه، معايا الطماطم حمراء وجميله وهاخد اللون الجميل من البابريكا. مش هضيف صلصه معلبه ولا حاجه. ابتدي اقلبها كده، وبعد كده هغطيها واسيبها لحد ما تتسبك نص تسبيكه مش اكتر. شايفين شكلها حلو قوي ازاي بعد ما اتسبكت بالشكل ده. هنا هنزل عليها بميه مغليه، ولازم الميه تكون مغليه. طبعا لو عايزه اللحمه تستوي معاكي بسرعه، تضيفي لها معلقه صغيره من الملح ومعلقه كمان صغيره من الخل، تستوي معاكي بسرعه. هنا نزلت بالميه المغليه المقدار المناسب لسوى اللحمه بالشكل ده. شايفين شكل الصوص حلو قوي ازاي، بسم الله ما شاء الله. هغطي عليها وهدي النار واسيبها لحد ما تستوي، ما تستويش على الاخر، يعني يكون فيها سنه كده بسيطه عشان لسه هتكمل سواها في الفرن مع البطاطس. بعد ما اللحمه استوت معايا زي 3/4 سوا مش سوا كامل، هنزل بالبطاطس، والبطاطس مقطعاها حلقات بالسمك اللي هتشوفوه دلوقتي. ده سمك البطاطس المطلوب المناسب. هنزل كده بيها في الصوص وابتدي اقلبها. هنزل كمان عليها برشه فلفل اسود، وكمان معلقه ملح. الملح حسب الرغبه، ظبط الملح على حسب رغبتك.
هنا كنت بضيف الملح بتاعي، وحسيت ان الصوص كده مش كتير، مش هيسوي البطاطس كويس. انا عايزه كده صينيه البطاطس فيها صوص بعد السوا، فهزود كمان كوبايه ميه سخنه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. شايفين شكل الصوص ولونه جميل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. بس كده هغطي عليها واسيبها تغلي غلوه بس واحده مش اكتر، هكمل سواها في الفرن. بعد ما غليت معايا بالشكل ده، هجيب الصينيه او الطاجن اللي هيدخل معايا الفرن، واول حاجه هنزل البطاطس فيه. انا عايزه اللحمه تكون فوق الوش، فانت براحتك، لو عايزاها كلها داخل بعضها كده ادلقيها كلها في الطاسه مره واحده، بس انا حبيت اللحمه تكون على الوش عشان اديها لون حلو قوي بعد التسويه. ممكن كمان تعملي اي نوع خضار تفضليه، يعني ممكن تعملي كوسه او بسله، اي حاجه تفضليها اعمليها. ممكن تعملي ميكس كده خضار مع بعضه، يعني زي التورلي كده. كده هبتدي اخد اللحمه كده اوزعها على الوش بالشكل ده. بعد كده هنزل بالصوص اللي معايا على الطاجن كله. هنا هدخله فرن ساخن جدا عشان يغلي معايا بسرعه ويستوي معايا، بس الاول لازم اغطيه. هجيب غطا مناسب كده على قد الطاجن او ورق فويل على حسب ما يكون موجود عندك يعني. بعد ما استوى معايا زي كده، ده شكله بعد ما استوى. حشت الغطا كده وسبته بس ياخد وش بس تحت الشوايه. اخد معايا في الفرن زي ساعه الا ربع، وكان مستوي وجميل جدا. واللحمه عايزه اقول لكم انها دايبه دوب، بسم الله ما شاء الله. شايفين شكله قمر ازاي؟ جربوه باذن الله هيعجبكم. تعالوا بقى نشوف التسويه ونشوف قد ايه اللحمه دايبه دوب. شايفين؟ هناخد قطعه لحمه كده نشوفها، نختبر التسويه بتاعتها. شايفين منظر اللحمه كأنها مشويه ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه. بتتقطع بمنتهى السهوله، دايبه معايا كده وجميله. وهنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، وتدوسوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.